بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول تجربة معمولة وأكيد نفذت قبل كده. تشغيل الراوتر ببطارية الكشاف لما الكهرباء تقطع التيار ثابت. لما الكهرباء تيجي البطارية تشحن نفسها تاني من الكشاف أوتوماتيك، ولما الكهرباء تقطع الجهاز هيشتغل لوحده تاني من غير أي حاجة. يعني أصبح الراوتر مش هيفصل خالص. الكهرباء قطعت ما قطعتش، يعني هو حط الزرار فصل الكهرباء، السلكين واخدين من الجهاز عادي، مفيش أي تيار كهرباء. هنشغل الزرار، الجهاز نور زي ما احنا شايفين اهو، شغال عادي جدا. البطارية بتقعد بتاع حوالي 3 ساعات متواصلين. طبعا استحالة الكهرباء تقطع 3 ساعات متواصلين. ممكن تشغل عليه راوتر أو راوترين مع بعض، كفيل بس براوترين، أكتر من كده ما يشغلش. شكرا. والشرح خاص من منطقة المنصورة بدر. شكرا.